ضربة جزاء ضايعة للمنتخب المغربي. شوفوا يا جماعة الخير وين حمد الله. المغرب بصراحة مش بتقدم الأداء اللي بالنسبة لي مبهر زي ما الناس كانت بتتكلم قبل البطولة. مش ده الأداء اللي الناس كانت مستنياه. هيشد روحكم مليح جاي يا نهار أبيض. الله عليك والله، الله عليك فعلا، الله يبارك لك. انت بقى انت فيك شيء لله والله. حلوة ولا شيء. ايش هذا؟ أفضل هدف في البطولة إلى الآن. خلاص يا جماعة الخير رسميا يدخل أفضل هدف هذا. يا عفو الله يا عفو الله. شو هيدا يا جماعة؟ شو هيدا يا مغرب؟ شو هيدا أهل المغرب؟ هدف بلاي ستيشن، هدف مش أي هدف بلاي ستيشن. انا مشتهي ودراري مين كينج يا ابن اللعيبه، يا ابن اللعيبه. دبل كيك وربنا دبل كيك. شفت الجون؟ اوه نهار ازرق. يا لا كعب. لا 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 في كان عارف زي ما الماتش ميت مفيش حاجه الماتش. جون حلو قوي 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 يا نهار كعبي. ازرق على الجول. كعبي خلي بالك كنا بياخد فرصه بيقول لكابتن وليد انا ماتش دكه. المهاجم الاول لمنتخب المغرب وخلص لا بس الكلام. فين سيري. مغرب ملوك الكرة يا جماعة. هدفين بوشكاش ب5 أيام، نهائي كأس العرب وافتتاحية كأس أفريقيا. طلع الدم يا جماعة. شو هاللعيبة اللي عندهم ما شاء الله. عم قول ما شاء الله بخرولهم يا أخي. شو هيدا؟ شو اللي عملته المغرب يا جماعة؟ المغرب دمرت منتخب جزر القمر بافتتاحية أفريقيا. بافتتاحية أفريقيا. يخرب بيت أم الجنون يا رجل. شو هالرعب يا مغرب، شو هالرعب يا رجل. جهزوا الكأس وأعطونا المغرب وبين جمهورهم مرعبين 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 مرعبين. يخرب بيت أم الرعب يا رجل. وانظروا علينا المنتخب المغربي العاشر عالميا. المنتخبات الترتيب ديالها جينا حنا العاشرين. خوتي المغاربه هضروا لي على الافتتاح، هضروا لي على ديك الجمال اللي شفنا في التيران، هضروا لي على الملعب، هضروا لي على الامير مولاي الحسن، هضروا لي على كل شيء. واش هذا كاس افريقيا ولا كاس العالم؟ ما يمكنش يكون هذا كاس افريقيا. حنا ما كنعرفوش كاس افريقيا بهذا الجمال، ما كنعرفوش كاس افريقيا بهذا الكاليتي. اسمح لي، حنا مولفين كاس افريقيا ما فيها الشتاء، فيها غير الشمس، فيها البخوش، فيها الصداع. فياش هادشي؟ لا هادشي هربان بزاف. سمحوا لي هادشي هربان. مبروك علينا هاد الافتتاحية ومبروك علينا الفوز، وإن شاء الله المباراة الجاية حتى هي تكون فوز إن شاء الله. ولكن لا حنا لا الدول العربية كامل تنعانيو من حاجة وحدة حاليا، هما هاد الناس اللي كيظلموا خوتهم المغاربه وخوتهم العرب وتيشريو التيكيات اللي كتعطيهم الدول ب 150 درهم وتيشريوها وتيبيعوها لك ب 2000 درهم 3000 درهم. ما متقيش الله في خوه المغربي وشاري البطاقات ديال الدخول ديال الملاعب في كأس افريقيا ديال المنتخب خاصة المغربي وكيبيعهم ب 2000 3000 درهم. العدد الاجمالي ديال الناس اللي دخلت البارح الملعب ديال مولاي عبد الله 60000. فين مشات 10000 بطاقة؟ فين مشات؟ اغلبيه فيها كاين اللي مخلص وكاين اللي ما مخلصش. بغيت نعرف انا 10000 بطاقة ديال 70000 متفرج في الملعب فين كاينه؟ في المارشي نوار، في السوق السوداء اللي كانوا كيتسناو دقيقه 90 باش يجي المغربي ويخلص دخله ب 2000 درهم. قسما بالله الى الاحساس اللي تنحسوه كمغاربه عاجزين عن الذهاب الى الملاعب وتشجيع فريقنا الوطني، واننا لا حول ولا قوه لنا تنفكروا في الديبلاسمون، تنفكروا فين غنعسوا، تنفكروا في التيكي ديال الماتش اللي الدوله دايره ب 150 درهم 200 درهم ونتايا مغربي دايرو ب 3000 درهم 2000 درهم. انا من هذا المنبر اي مغربي واي مغربيه حصلتوه تيبيع هاد البطاقات ديال الماتشات ب 2000 درهم 3000 درهم استدرجوه وجروه لعندكم وعلموا الشرطه. راه كاين دابا البوليس في اي بلاصه وكيلبيو النداء بسرعه. بغينا هم يمشيو يترباو هاد الكلاب وهاد الحيوانات اللي دايرين هاد الشيء في ولاد البلاد وولاد الشعب. فين غاديين بهاد الجشع؟ فين غاديين بهاد الربا؟ فين غاديين بهاد الطمع؟ فين غاديين بهاد السليخ والتكزار في خوك المغربي؟ بغيت غنفهم واش نتوما مغاربه هازين البطاقه الوطنيه عايشين معانا وكتقولوا بلي مسلمين كتامنوا بالله وكتامنوا بالدين اش هاد الغرور؟
اقسم لكم بالله الا حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد فيكم شرى لي تيكي وتيعاود يبيعهم لخوه المغربي بعشرات الاضعاف و20 مره مضوبله. هذا ماشي افتتاح اخوتي، اسمعوا لي، هذا فن، وهذا ماشي كاس افريقيا، هذا كاس افريقيا بطعم كاس العالم. واش عمركم شفتوا كاس افريقيا بهذه الجماليه؟ واش عمركم شفتوا كاس افريقيا كطيح فيها الشتا وما كايناش الشمس وما كاينش البخوش وما كاينش داك الاصوات ديال ما كايناش؟ هذا كاس افريقيا بواحد الجماليه. واش عمركم شفتوا شي ماتش في كاس افريقيا بهذا الشيء؟ عمركم شفتوا بهذه الجماليه وبهذا الكاليتي وبهذا هادشي كامل، جميع التفاصيل في هذا الماتش؟ واش عمركم شفتوها؟ يمكن تشوفوها الا في المغرب، حيتاش المغرب هرب. وانا كنقولها عاوتاني، كنتاسف لهاد الدوله اللي غادي تنظم كاس افريقيا مورانا، لا كنتاسف لها. شنو غادي دير مسكينه؟ ما عندها ما دير، ما عندها صافي تولي تنظم كما كانوا كينظموا شحال هادي. المغرب هارب، المغرب بعيد، المغرب هرب بزاف. شوف شحال مشى بعيد، هرب صافي. قولوا تبارك الله خوتي، قولوا تبارك الله. صراحه مع البدايه ديال كاس افريقيا عجبتني واحد الحاجه، شفنا جميع الدول الافريقيه جاو، ولكن الحاجه اللي عجبتني وكل دوله افريقيه جات باللباس ديالها الرسمي، وهذه اول مره كنشوفها يمكن في كاس افريقيا، اول مره كنشوفها في المغرب. كلشي جاي فرحان، كلشي فرحان يشوف احسن كاس افريقيا في العالم، كلشي فرحان يلعب كاس افريقيا في المغرب، تيرانات عالميين، الجو زوين، ما كاين لا شمس، ما كاين لا تلعب، فهمتيني؟ داك الجو ديال كاس العالم غادي يلعبوه، هذه اول مره تلعب كاس افريقيا بجو ديال كاس العالم. كتشوف نيجيريا جايه باللباس ديالها الرسمي، مالي، جزر القمر، جميع الدول، السنغال، شي حاجه زوينه بزاف. انا صراحه عجباتني بزاف، الا دوله وحده جات بالاديداس. شكون هي خوتي هذيك شتا جايين بالكيطما؟ شكون هما؟ تعالى قولوا لنا شكون هذوك اللي جاوا بالكيطما؟ وحده جايه بكيطما ما فهمتش، ود الاديداس خضراء. غير واحد السؤال، الجزائريين اللي داروا هذا التصرف هذا شنو بغيتوا تستفزوا المغاربه؟ بغيتوا تجبدونا؟ شتونا ما ديناش فيكم، شتونا دينا كاس العرب ما جبدناكمش بحالكم نتوما، شتونا دابا كننظموا كاس افريقيا وجميع الدول فرحانين، وشتو تنظيم واعر، شتو الرباط هاربه. بغيتو تستفزونا، بغيتونا نجبدوكم وندخلوا معاكم في داك الصراعات باش ديما نتوما تبقاو مشهورين معنا، فهمتيني؟ مع حد المغرب كتشهروا نتوما تبقاو معنا باياش نجبدوكم وتجبدونا. لا صافي، المغرب هرب. وشوفوا هادشي باش كيبان باللي المغرب هرب عليكم وخنقكم، غير المذيع ديالكم اللي قال لكم هادشي عادي بحال اللي كاين في الجزائر. الجزائري ملي كيقول لك عادي عرفوا راه فايتينو بواحد 300 سنه، حيت الجزائري ديما كيقول لك حنا، ملي كيقول لك بحال عرفوا فايتينو بواحد 300 سنه، فهمتيني؟ دابا هادشي اللي باغيين يستفزونا. انا كنقول لكم لعبوا وسيروا بحالكم من الاحسن، حيت الا زدتوا استفزيتوا المغاربه غتلقاو شي حاجه هبله، غتشوفوا غادي يتبدل. هادشي اللي زوين يتبدل الخايب ليكم نتوما بوحدكم. لعبوا كاس افريقيا وسيروا بحالكم من الاحسن ليكم. حنا كاملين شفنا في الافتتاحيه ديال اليوم اللي كان شي حاجه خرافيه، شفنا العالم كامل واقف كيتفرج، ماشي غير على الماتش ولكن على لوحه فنيه اللي حبست جميع الانفاس. شفنا الاضواء كترقص على الملعب، الدخان، الليزر، مؤثرات بصريه كتحكي جمال المغرب من الشمال للجنوب. شفنا موسيقى تقليديه كتخلط بين الطرب الاصيل والانغام الحديثه، كل حركه محسوبه وكل تفاصيل محسوبه. شفنا التكنولوجيا دخلت في التصاميم، شاشات ضخمه، مؤثرات ثلاثيه الابعاد، عروض فيديو كتوري الثقافه المغربيه والطبيعه وحتى الرياضه المغربيه. هذا الافتتاح ماشي غير عرض، هذه رساله للعالم كامل، والمغرب قادر يصنع الحدث ويدهش جميع القارات ويخلي كل افريقيا تفتخر به. ولكن بلا ما نطولوا، هذا الافتتاح تفوق على كل الافتتاحات الافريقيه السابقه ورفع السقف على جميع الافتتاحات اللي جايين. المغرب ما لعبش غير دور ديال المنظم، المغرب سيطر وربح الرهان وخلى العالم كامل يحس بالفخر الافريقي. حفل افتتاح تاريخي لكاس افريقيا في المغرب، فصراحه كل ابونا توقعنا نجاح المغرب، كل ابونا والله العظيم ان اجمل احتفال افتتاحيه ولا اجمل. قسم كاس افريقيا واعلام كل الدول المشاركه في كاس افريقيا 2025 في المغرب، واللي قدامك دي لقطات من حفل الافتتاح اللي كان فيه فاير وورك شكلها حلوه جدا كمان، والاضواء اللي كانت في المدرجات مع الجمهور شكلها عظيم، نفس الشكل اللي كان متواجد تقريبا في كاس العرب. الاساور اللي بتنور في المدرجات كانت مديها شكل حلو. بالنسبه لي بصراحه احلى حاجه حصلت في افتتاح افريقيا هو مجسم كاس اللي موجود له حلو جدا بغض النظر عن عمه اللي كل شويه يطلع بكره منوره. فصراحه الافتتاح خيالي اسطوري تاريخي، فللامانه المغرب راح تنجح. ومثل ما قلت لكم النسخه هذه اللي راح تكون بالمغرب راح تكون نسخه اسطوريه، وننتظر مباراه المغرب وجزر القمر. انا لم اشاهد احتفال كذا، افتتاح المغرب اللي الناس كلها قالت ان المغرب ما راح تنجح،
شوف الان الافتتاح وراح تعرف ان المغرب نجحت وباذن الله تنجح.